السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دوتشا استوديو. ودي الحلقة الثالثة الجزء الثالث من شرح هاردوبس. والنهارده هنتكلم على حاجتين، وهي نتكلم على القائمة بتاعة مش تول كلها، هنتكلم على كل القائمة ديت، وهنتكلم على الأسيتس دي كلها وإزاي تستخدمها وإزاي تحطها في الموديل بتاعك بمنتهى البساطة. تمام، يلا بينا نخش على طول. أول حاجة هنتكلم عليها وهي ريسيت أكسس، اللي هي موجودة أول حاجة هنا receipt access. طب دي أنا فعلًا مش باستخدمها كتير، ولكن أعرّفك هي بتعمل إيه. لو أنا جيت كده جِبت cutter وعملت cutter هنا بمنتهى البساطة، ورُحت دايس shift وسِبت إيدي عشان يفضل موجود، وعايز أحط الcutter ده في النُص. تعالَ كده مثلًا أدّي ده material بسرعة glass مثلًا، هنتكلم على القائمة بتاعة الmaterial دي قدّام. يعني هاجي عند edit material، هاجي هنا وهادوس shift أخلّيها glass، ده كده glass، وهاروح ماسك الcutter بتاعي. إن هو دخلت هنا ورُحت دايس على receipt access وحرّكت الماوس بتاعي، هالاقي إن هي بتتحرّك معايا على حسب إيه، على حسب الaccess. تمام، طب هنرجع كده هنكنسل وندوس تاني receipt access. لو أنا دوست دلوقتي مثلًا X، بعد كده دوست Y، بعد كده دوست Z، فأصبح إن أنا عندي الcutter بتاعي بقى في النُص بالضبط من غير ما أعمل أي حاجة. طبعًا تعالَ كده نخش، ده كده glass جوّه glass أهوّة. فهي بتساعدك إن أنت تحط الcutter بتاعك مثلًا لو أنت عايز على axis معيّن بالضبط في وسط الobject بتاعك، هتساعدك تعمل ده بمنتهى البساطة. ولكن زي ما قُلت لك أنا مش باستخدمها، لإن لمّا باعوز أعمل cutter في النُص في أي حتّة عامةً، باروح بمنتهى البساطة مثلًا داخل على box cutter كده، وباشغّل الdots اللي هي ديّة control، وهاقدر أجيب النُص بمنتهى السهولة. يعني أنا مثلًا بُص كده هنا دوست control، هامسك الobject بتاعي أدوس ده المنتصف، وأقدر أعمل فيه cutter بمنتهى البساطة، وأعمل فيه كل حاجة خلاص في ثواني. وأقدر أمسك الcutter بتاعي وأنزّله بقى تحت وأعمل فيه إيه، كل اللي أنا عايزه. تمام، لو أنا جيت مثلًا رُحت دايس كده أهو، بقى عندي في النُص وزي الفل، ما فيش فيه أي مشكلة. فالdots بتسهّل عليّا إن أنا أتحكّم في الaxis براحتي زي ما أنا عايز. وتاني حاجة هنتكلّم عليها وهي set origin. تاني حاجة هنتكلّم عليها في قائمة الmesh tool هي set origin، هتلاقيها هنا موجودة تاني واحدة، ودي مهمة. والحاجة اللي مهمة هاقول لك عليها مهمة، الحاجة اللي ما باستخدمهاش هاقول لك عليها ما باستخدمهاش. دلوقتي مثلًا لو أنا جيت نقلت كده هنا شغّال مثلًا في جسم أو روبوت أو أيًا كان، وهو مثلًا في الجنب ده أو في الجنب ده، فمش خاضع يعني بعيدًا عن ال3D cursor ولافف حوالين نَفْسه يعني، ومش خاضع لاتجاه معيّن، هاقدر بقى أتعامل معاه إزاي؟ فset origin دي بتساعدني إن أنا أعمل الكلام ده. دلوقتي لو أنا جيت هنا رُحت دايس R لفّيته هو كده لافف في كل المحاور مع بعض، ورُحت داخل على الedit mode، مسكت الvertex دي مثلًا، دوست control shift B، عملت bevel للvertex حاجة زي كده. وبعدين جِبت box cutter وعايز أعمل cutter هنا، هاروح دايس shift V، هانقل من local، هي في الأول هتيجي لك هنا local، هتنقلها لnear edge. أروح عامل هنا cutter. قبل ما أعمل cutter أروح مشغّل الdots، أروح دايس على control، مثلًا هامسك من هنا، تمام زي الفل، وأروح مكبّر كده، تمام الcutter ده كويس. E extrude وهانزل بيه لحد جوّه، مثلًا حاجة زي كده. هادوس على الX، وبعدين هادوس OK، كده أنا عملت cutter هنا. دلوقتي لو أنا جيت مسكت بقى الجزء اللي هو الcutter ده، ورُحت عامل فيه cutter كمان، قطعت مثلًا كده هنا، تمام زي الفل. أنا كده خلّصت، عايز أنقل بقى ده هنا من هنا لهنا، عايز أعمل له mirror. لو أنا جيت بقى دوست Alt X، هالاقي الmirror بتاعي بيخضع للorigin بتاعة الجسم، والorigin بتاعة الجسم مش هتخلّيني أعمل، يعني بُص لو جيت دوست هينقله إزاي، أو لو جيت مثلًا دوست كده هتلاقيه نقله هنا. أنا عايز أنقل الcutter ده هنا، هاقدر أعمل ده إزاي؟ هي دي اللي بتعمله set origin، فركّز معايا عشان تعرف إزاي تستخدمها بمنتهى البساطة. دلوقتي أروح داخل هنا، هامسك الجسم ده، أروح دايس Q، وهاروح نازل عند set origin وهادوس عليها، هالاقي إن في dots كده ظهرت معايا. تمام، النقطة الحمرا دي، ده كده الset origin موجودة هنا. أنا عايز أعمل إيه، عايز أخلّي الset origin دي في النُص. أروح دايس كده من هنا وهاسحب، أسحب، أسحب، أسحب لحد هنا، هتلاقي في خط ظهر ما بينهم. لو دوست قبل ما أسيب إيدي، لو دوست على الF هالاقي إن أنا نقلتها في النُص، وأروح دايس تمام done، كده هي اتنقلت فين، في النُص الorigin بالضبط. لو أنا جيت دلوقتي دوست Alt X، هالاقي برضه لسه الmirror مش شغال، لإن الrotation لسه ما اتضبطش. طب هاضبط الrotation إزاي؟ هاروح دايس عليها تاني set origin، وهاروح باصص هيظهر لي الdots، هامسك الdots دي من هنا لحد هنا، لحد الآخر، وهاروح دايس على الR. تمام، كده أنا ضبطت كمان إيه، الrotation. فجيت دوست control X، دلوقتي هاقدر أنقله من هنا لهنا بمنتهى البساطة. تمام، جمّعتِ معايا الفكرة؟ ولو عملت مثلًا cutter هنا كده، تمام، وجيت عايز أنقله برضه هو لسه موجود، هو أصلًا اتنقل تلقائي لإن الmirror شغال. تمام، تمام. فأنا كده خلاص، أنت جمّعت إزاي تنقل الorigin بتاعتك من مكان لمكان بمنتهى البساطة.
تعالَ كده نمسح ده كله، ونشوف هي مثلًا في العادي بتشتغل إزاي. لو أنا جيت عندي مثلًا جِبت كونو هنا، رُحت ناقله هنا، طبعًا الكونو الset origin بتاعته هنا، ورُحت جايب cube مثلًا الcube بتاعي هنا، أنا عايز أنقل الorigin الكونو دوّة من هنا لهنا بالنسبة لإيه، لدوّة. فلو جيت مسكت ده ورُحت دايس هنا، ورُحت دايس set origin، هالاقي إن بيقول لي أنت عايز الorigin دي تروح هنا في أنهي حتة، مثلًا خليتها هنا، فأصبح إن دوّة الset origin بتاعته إيه، هنا. لو جيت دوست هنا mirror هالاقيها اتنقلت بالنسبة للنقطة دي بس، مش بالنسبة للcube كله. جمعت معايا الفكرة دي؟ يعني أنا مثلًا دلوقتي خلاص مسكت دوّة، بعد كده مسكت ده، ورُحت دايس Q set origin، هيظهر لي الdots برضه أقدر أحطها في الحتة اللي أنا عايزها، مثلًا نقلتها هناك، ورُحت دايس control X ورُحت عامل mirror كده، هي اتنقلت بالنسبة للنقطة اللي هناك. دي مهمة لو أنت فهمتها هتبقى مهمة معاك جدًا، بتساعدك إن أنت تنقل حاجات كتير أوي إيه، من مكان لمكان بمنتهى البساطة. فأنا دلوقتي عايز أرجّع ده الorigin بتاعته مكانها، روح داخل هنا كده على origin set origin to geometry، هترجع لك فين، في النُص بمنتهى البساطة. فلو جيت مثلًا مسكت من هنا لهنا طن هتلاقيها اتنقلت من حيث الإيه، من النُص بالضبط، تمام، بمنتهى السهولة. فأنت خلاص عرفت إزاي تحط الorigin بتاعتك في أي حتة مهمًا كانت الحتة عاملة إزاي. بعد كده هنتكلم على two floor، two floor بمنتهى يعني حاجة سهلة أوي. لو أنا مثلًا عندي أي حاجة شايف الجزء ده، هي دي الfloor بتاعة أو الأرضية بتاعة الblender. وأنا جيت مثلًا عندي جسم كده فوق ورُحت دايس Q mesh tool ورُحت دايس to floor، خلاص هتنزل مكانها، سهلة أهي بمنتهى البساطة. تحت مثلًا لو أنا عندي مثلًا حاجة تانية كيوب برضه كده فوق، رُحت ماسك الاتنين، رُحت دايس Q to floor هينزلوا لي على الأرض بالضبط، أكنك حاطط بلين يعني بدل ما تحط بلين والكلام ده. لو أنت حاطط بلين وعايز تنزّل عليها الجسم يبقى على البلين بالضبط، هتدوس إيه، to floor. كده إحنا اتكلمنا على أول 3 حاجات فوق اللي هي reset axis وset origin وto floor. والدايس بمنتهى البساطة إن أنت بتعمل subdivide ولكن بطريقتك أنت، بتزوّد topology في الحتة اللي تعجبك. لو أنا جيت مثلًا عندي cube عندي فيه cutter كده، ورُحت عامل apply للcutter دوّة، فدخلت كده، أنا هنا عندي عايز أعمل topology بالشكل اللي يعجبني، أروح دايس عليه Q mesh tool ورُحت جايب الدايس، هالاقي إن هنا اللون الأحمر، هنا اللون الأزرق، هنا اللون ده محور الواي. لو جيت حركت الwheel بتاعة الماوس هالاقي نفسي بازوّد وباقلل براحتي زي ما أنا عايز. مثلًا جيت هنا بازوّد وباقلل، وجيت هنا برضه بازوّد وباقلل براحتي زي ما أنا عايز. فلو أنا مثلًا عندي واقف عند الY ورُحت دايس على الX هالاقي الX بقى معايا، دوست على الZ هالاقي الZ بقى معايا، عايزهم كلّهم مع بعض هاقدر أخلّيهم كلّهم مع بعض وأزوّد وأقلل فيهم براحتي. مثلًا أنا عاجبني الtopology ديّة، جاي هنا بعيدة عن الإدجات وبتاع وتمام، رُحت دايس click هالاقي إن أنا زوّدت topology بنفسي في ديّة. ومش عايز أقول لك دي بتبقى قوية قد إيه وبتنفعك في الشغل لو أنت عايز تزوّد حاجة أو تضبّط حاجة، بتكون دي أحسن حل. مثلًا أنا جيت هنا عايز أستخدم مثلًا ال2D، عايز أقف هنا كده، أروح دايس على الobject بتاعي ودوست على dice، وبعد كده دوست على الV هالاقي إن هو بقى 2D shape. يعني مثلًا ممكن أقف هنا كده وأزوّد وأقلل براحتي زي ما أنا عايز في حدود الobject بتاعي، أضبط بقى براحتي زي ما أنا كده، ورُحت دايس click هالاقي إن هو رسم لي الشبكة اللي أنا كنت واقف على الobject بتاعي. فطَب دي يعني ال2 دي هتنفعني في إيه؟ هتنفعني لو أنا مثلًا واقف باصص كده هنا وعايز أعمل dice، هاروح ماسك الface كده لوحده، واروح دايس على الdice وهازوّد مثلًا كده، مثلًا وبرضه في مثلًا في الX والY مع بعض. أنا كده واقف عند الX وهاروح دايس على الZ مع بعض مثلًا كده، وأروح مزوّد وأخُش على الedit mode أشوف، هالاقي إن أنا زوّدت في الface دوّة والباقي كُلّه ما زادش فيه نفس الكلام، يعني أنا زوّدت بس topology هنا. fixed بقى الحاجات دي كلّها من خلال mesh machine، لو ما شُفتش الحلقة بتاعتي تقدر تشوفها. mesh machine بتخلّيك تعالج أي حاجة في الtopology زي كده بمنتهى البساطة. وممكن تروح داخل هنا مثلًا تعمل clear mesh، تروح داخل هنا operation clear mesh هتلاقي إن هو ضبّطها لك برضه، خلّى لك ده لإن هو بيsupport حاجة، واللي مش بيsupport حاجة هيشيله لك. طَب الدايس أقدر أعمل بيها إيه تاني؟ لو أنا جيت مثلًا دخلت هنا ودوست على الدايس mesh، جيت هنا مثلًا وعمّال أزوّد، ولكن في أصلًا جوّه الmesh دوّة في geometry أنا مش شايفها، فمش عايز وأنا باعمل دايس أبوّظ حاجة موجودة. هاقدر أعمل إيه؟ لو دوست على الW هيورّيني الmesh بتاعة الشكل بتاعي. يعني أنا مثلًا عندي ده كده، رُحت دايس فوق 7، رُحت جايب box cutter، وأنا جيت هنا رُحت ساحب كده، ورُحت دايس على هو ده cutter، أنا لو دوست على الK هالاقيه بقى knife. كده أنا زوّدت إيه، loop cut هنا بنفسي زي ما أنا عايز، وأقدر أمسك الloop cut دوّة وأدوس control B هالاقيه بيفتح معايا عادي. فلو أنا باعمل دايس دلوقتي للشكل دوّة أو باعمل دايس لأي شكل وعايز أشوف الgeometry اللي جوّه، زي ما قُلنا هادوس على الW.
مثلًا هنا كده أهو بازوّد، هادوس على الW هالاقي إن هو بيوريني الجيومتري اللي جوّه عشان خاطر ما ابوظش فيها أي حاجة. وبرضه وأنا شغّال بالدايس لو أنا مثلًا جيت هنا مسكت الشكل ده عملت له دايس وقعدت أزوّد في كل المحاور مع بعض كده وقبل ما دوست على الT هالاقيه بيلف 360 درجة حوالين نفسه، واقدر يعني بيعمل له twist اللي هو الtwist 360 اللي إحنا هناخدها شوية كده. وبرضه هو هنا لسه الcube بتاعي زي ما هو، لو أنا دخلت هنا هالاقيه موجود زي ما هو، أقدر أعدل فيه وأقدر أضبط فيه أي حاجة. يعني مثلًا جيت رُحت ماسك الcube بتاعي كل حاجة وأنا برّه كده، رُحت ماسكه ورُحت دايس clean mesh operation clean mesh ورُحت داخل جوّه هنا، أقدر بقى أعدل فيه براحتي زي ما مثلًا جيت رُحت ماسك هنا كده مسكت الedge ده، رُحت دايس control B، رُحت طالع برّه هالاقي إن هو أثّر على الtwist ال360 درجة في الشكل بتاعه. تمام. طب لو إحنا عايزين نلغي الtwist، هو الtwist هتلاقيه حاط لك هنا كذا modifier ورا بعض، لو لغيتهم كلّهم هتلاقي الtwist بتاعك اتشال والcube بتاعك رجع زي ما هو بمنتهى البساطة. دلوقتي هنتكلم على واحدة من أقوى الحاجات اللي موجودة في هاردوبس عامةً وهي الreadwall array. لو أنا جيت دلوقتي مسكت object بتاعي وجيت دوست Q وجبت mesh tool واخترت readwall array. readwall array هو هيلف لي جسم 360 درجة بالنسبة لجسم تاني. يعني أنا لو جيت دوست كده هنا هالاقي إن هم موجودين، لو جيت حركت الwheel بتاعة الماوس هالاقي إن هم بيزيدوا أو بيقلوا، ولو بعدت إيدي كده هيقربوا ويبعدوا من بعض. تمام، تمام. باستخدمها في إيه، باستخدمها لو أنا عندي جسم وعملت cutter مثلًا وعايز أخلّي الcutter ده يلف حواليه 360 درجة، أو مثلًا عندي كاوتش عربية باعمل باحط مسامير، باستخدم object معيّن عايز ألفّه حوالين object تاني. ده مهم جدًا أنت تكون عارف هي إزاي بتشتغل. لو أنا جيت دوست على الX هالاقي نفسي باغيّر المحور، يعني كده محور الY، كده الX، كده الZ بمنتهى البساطة. وإيه تاني، لو أنا جيت دلوقتي مسكت دوست Q radial array وكبّرت كده وخلاص تمام، أنا مثلًا اخترت المحور ده وعايز أثبت هنا كده، مش عايزهم يعني مش عايز أمّا أحرّك كده يتحركوا. لو دوست على الD هاعمل stop مش هيتحركوا، ولكن لو حركت بالwheel هم هيزيدوا بس في مكانهم عشان أشوف العدد المناسب اللي أنا عايز أحطه قد إيه. ولو دوست على الD تاني هالاقي إن هم بيقرّبوا ويبعدوا تاني بمنتهى البساطة. ولكن هم كده بيلفوا حوالين إيه، هم كده بيلفوا حوالين الorigin بتاعة الجسم. يعني أنا دلوقتي لو جيت مسكت ده نقلته كده هنا ورُحت عامل له rotate مثلًا عشوائي كده، وجيت دوست radial array هالاقي إن هو بيلف حوالين إيه، حوالين الأوريجين بتاعته، والمحاور بتاعته مش مضبوطة ما لهاش أي علاقة بالمحاور الأساسية. هالاقي إن هو بيلف حوالين إيه، حوالين المحاور بتاعة الأوريجين point دي، اللي هم دُولة، هو دلوقتي بيلف في المحاور ديّة. فإزاي بقى أقدر أتعامل معاه بالنسبة لجسم تاني؟ تعالَ كده نشوف مع بعض. هنجيب سلندر والسلندر دوّة هنروح ناقلينه كده في حتة بعيدة، وهنروح مكبرينه شوية عشان نشوفه، وهاعمل له rotate عشوائي مثلًا في الجنب ده. تمام، تمام. دلوقتي جيت رُحت واقف هنا وعايز أعمل جواه cutter، هاروح جايب box cutter هنا، وأروح جايب مثلًا الدايرة، هاستخدم الdots، هاعمل دايرة كده في المنتصف، حاجة بسيطة، هانزل بيها شوية، هاعمل لها مثلًا وأدوس shift وأدوس عشان يبقى موجود معايا، أحرّك الcutter ده مثلًا لحد هنا، بعد كده هاروح مطلّعه كده لفوق عشان يبقى باين، هاصغّره جامد. دلوقتي أنا عايز ألِف الcutter ده هنا حوالين الجسم ده، هاقدر أعمل ده إزاي؟ لو أنا جيت هنا دخلت وعايز ألِف عايز أخلّي الradial array يحصل حوالين ال3D cursor، فأسهل حاجة إن أنا أعملها إن أنا أروح دايس shift S وأنقل ال3D cursor هنا، اللي هو cursor to selected. تمام كده، أنا حطيت ال3D cursor فين؟ هنا، فال3D cursor بقت واخدة نفس المحاور اللي واخدها الجسم ده. لو جيت دوست كده، يعني ال3D cursor دلوقتي هي واخدة نفس المحاور بتاعة الorigin بتاعة الجسم ده. فهاروح ماسك دوّة هنا كده وأروح دايس Q وهاجيب radial array، وقبل ما أدوس عليها هادوس على control عشان خاطر ألِف حوالين ال3D cursor. هارجع كده لورا عشان أبقى شايف. هادوس Q، هاجي هنا control وبعد كده هادوس على radial array وأقرّب. هافُك طبعًا عشان أنا دايس على الD قبليها، فهُم دلوقتي إيه محكومين مش عايزين يتحركوا. هافُك الضغط من الD، هافُك التقارب يعني من الD وهاقرّب كده، شوف أنا عايز قد إيه. أدوس على الD تاني وهاقرّب، مثلًا أشوف بقى إيه الدنيا، مثلًا لو هُم كده هاروح خافي وهاخفي برضه ده كمان، وهُم كده اتحطّوا بمنتهى إيه، بمنتهى البساطة. هُم كده لفّوا حوالين ال3D cursor ديّة. طب لو أنا دلوقتي أقدر أستخدمها في إيه؟ هاستخدمها في حاجات كتير جدًا في الmodeling، ولكن أنت بس لازم تبقى فاهم هُم بيلفّوا حوالين إيه. ممكن تنقل الorigin point بتاعة الجسم ده عند الface، ولكن ده هياخد منّك مجهود، فالأغلب خلّي كلّه حوالين ال3D cursor وحُط ال3D cursor في الجنب اللي أنت عايز تعمل حواليه الدوران. مثلًا جيت دلوقتي دوست shift S وجِبت cylinder مثلًا، ورُحت جايب الcylinder ده مثلًا بعيد كده هنا، وعايز أخلّيه ياخد نفس الدوران ونفس كل حاجة بتاعة الجسم بتاعي دوّة. يعني مثلًا عندي كده دراع وعايز أخلّيه ياخد نفس شكل الدراع،
هاقدر أعمل ده إزاي؟ في هنا إضافة، لو أنا دخلت كده على edit preferences ودخلت على extension اسمها copy attribute ورُحت داخل هنا مسكت الجسم ده، بعد كده shift مسكت الجسم ده، رُحت دايس control C هالاقي القايمة دي جات لي. هو هنا بيقول لي أنت عايز تعمل copy بالنسبة لإيه؟ دي بتساعدك إن أنت تعمل تفاصيل وتضبط الكلام ده. أول حاجة مثلًا أعمل copy للrotation هالاقيه خد نفس الrotation بتاع الجسم ده. رُحت مثلًا دوست shift S كبرت كده ده شوية، يعني مثلًا طوّلته كده، وعايز أخلّيه يروح في نفس المكان بتاع ده بالضبط. هنا رُحت قايس shift ورُحت قايس هنا كمان control C وهاروح أقول له copy location كمان، هالاقي إن هو راح في نفس الlocation بتاع دوّة. لو عايز أخلّي ده يلف حوالين ده 360 درجة، إحنا خلاص بقينا عارفين نخش على mesh tool وهاختار عند radial array وهاروح دايس عليها، هالاقيه بيلف حوالين الobject بتاعي بمنتهى البساطة. أقدر أغيّر المحور، تمام، عايزه مثلًا كده، عايزه كده، براحتي زي ما أنا عايز. ولكن دي هتساعدك إن أنت ممكن تعمل أشكال جامدة جدًا من خلال إيه، من خلال الtool دي. مسكت دوّة هتخش على الedit mode هتلاقيه زي ما هو، عدّلت فيه حاجة، الحاجة دي هتنعكس عليهم كلّهم. يعني مثلًا مسكت الface ده، رُحت مثلًا مكبّره كده، عملت فيه bevel مثلًا حاجة زي كده، وجيت خرجت هالاقي إن كلّهم اتعمل فيهم نفس الحاجة. لكن عشان هو بس حجمه كبير شوية فأنت مش شايفه، هاطلع كده هالاقيهم إيه، نفس الكلام ونفس كل حاجة. فأنت لو عرفت إزاي تلف الجسم 360 درجة حوالين جسم تاني، تقدر تطلّع أشكال جامدة جدًا بمنتهى السهولة. طبعًا بالنسبة لcopy attribute أنا أقدر أعمل ده بمنتهى البساطة بالنسبة لإيه، بmachine tool يعني. لو أنا جيت هنا مسكت الجسم ده بالنسبة بدل بقى ولا copy ولا أي حاجة، هو alt A هالاقيها اتنقلت لو أنا جيت دخلت هنا machine tool، machine tool هنا وجيت رُحت منوّر الجزء دوّة اللي هو align، هالاقي إن أنا خلاص بقى معايا أقدر أنقل أي حاجة في أي حتة بمنتهى البساطة. لو ما شُفتش الحلقة بتاعة machine tool تقدر تشوفها، أنا عملت جزئين شرحت فيهم machine tool كلّها. curve instruct من الحاجات اللي أنا باستخدمها كتير جدًا، ولكن هتيجي هنا دخلت على mesh tool هتقول لي في حاجتين قبلها، هاقول لك هُم مش مهمين وأنا ما باستخدمهمش عامةً. فأنت لو جيت مثلًا شُفت ديّة، هي دي عبارة عن إيه، هو حَط لاتكس ممكن أنت تغيّر المحور بتاعك بالX وممكن بالwheel بتاعة الماوس عادي. ومثلًا لو عملت حاجة زي كده وجيت هنا هتلاقي موجود لاتكس، هتصغّرها هيرجع لشكله الطبيعي، مش عارف يعني فاهم، مش باستخدمها عامةً. وما أظنش إن هي ليها أهمية كبيرة. تاني حاجة اللي إحنا تجاوزناها يعني، اللي هي الshape cast، هو هيحوّل لك أي شكل مهمًا كان شكله لsphere مهمًا كان هو إيه بقى. يعني فاهم، أنت مثلًا عندك cylinder، هتروح داخل هنا كده هتروح دايس عليه، هتدوس هنا هيحوّله لsphere. طب لو دخلت edit mode هو هنا، مسكت أي حاجة حرّكتها في أي حتة هتطلع برّه هتلاقيها لسه sphere زي ما هي بمنتهى البساطة. فما أظنش إن هي مهمة أوي حد ممكن يستخدمها. ولكن اللي بعدها بقى هي من أهم الحاجات اللي أنت ممكن تستخدمها، وهي curve instruct. لو أنا جيت هنا دخلت على mesh tool ودوست على curve instruct رُحت دايس كده هنا، وجيت سحبت هالاقي إن أنا باعمل إيه، باعمل شكل زي كده حوّل لي كل الإدجات لكيرفات. طب ده هيفيدني في إيه؟ هاقول لك ده ممكن تعمل بيه إيه. لو أنا جيت كده دوست shift A وجبت مثلًا plane، حرّكت الplane دي في الY كده حاجة بسيطة، وعملت للplane دي bevel مثلًا، عملت لها bevel، تمام، زوّدت كده زي الفل. ومثلًا هنقول إن الplane دي إزاز عربية أو أيًا كان. فلو جيت دوست هنا بقى دخلت على mesh ودخلت على curve instruct هالاقي إن أنا باقدر أعمل شكل. شايف، لو دوست على الW هيجيب لي الwireframe مثلًا حاجة زي كده. فده شكل مثير للاهتمام. مثلًا جيت دخلت هنا رُحت دايس هنا shadow auto smooth مثلًا، أهو أنت عندك إزاز وعملت حواليه زي إطار كده خلّى شكله حلو جدًا. طب أقدر أعمل إيه تاني؟ لو أنا جيت مثلًا مسكت دي ورُحت دايس هنا، دوست على curve instruct وسحبت كده، دوست على ال1 هيعمل لي شكل 1 أو 2 أو 3. يعني مثلًا عندك حاجة زي كده، قمت مزوّد شوية مثلًا، ده شكل أنا شايفه حلو جدًا. ممكن مثلًا بالwheel بتاعة الماوس أخلّيه كده براحتي مثلًا، ده حلو، حاجة زي كده. ورُحت سايب، دوست على الW، تمام، مثلًا هنقول ده كويس. ولو دخلت هنا هو دوّة في الأول وفي الآخر لسه إيه، لسه curve، عبارة عن curve. فهاروح محوّله، أروح دايس هنا كده على object convert وهاقول له convert to mesh. ده كده أصبح إن هو mesh خلاص، وطبعًا clean جدًا، ما فيش فيه أي مشاكل. أروح مدّي له bevel حاجة بسيطة واستخدمه في الشغل بتاعي. يعني عملت حاجة كده بُص، في ثواني من غير أي تعب ومضبوطة وزي الفل. دي كده حاجة. طب إيه الحاجة التانية؟ لو أنا جيت هنا عند الplane ورُحت دايس Q وجِبت mesh tool ورُحت مختار، جيت عند curve instructor دوست على shift قبلها هاعمل solidify بمنتهى البساطة لفوق أو لتحت. طبعًا دي باستخدمها بقى كتير أوي في كذا حتة، لإن بتطلّع لك extrude من نفس الشكل في نفس كل حاجة ومشتركين مع بعض في نفس الصفات. فدي حاجة هتخدمك جدًا. طب مثلًا لو أنا باعمل أنابيب مثلًا، حاجة زي كده، رُحت جاي هنا مثلًا مسكت الedge ده كده
والإدج ده مثلًا والإدج ده، ورُحت مدّيهم bevel كده حاجة بسيطة زوّدت تمام، رُحت مثلًا ماسك هنا وكcontrol مسكت هنا Q، رُحت داخل على mesh curve instruct، ورُحت دايس شايف بقى عندي زي أنبوبة كده بمنتهى السهولة. طب هتقول لي مثلًا جيت مسكت الشكل ده، هو في الأول وفي الآخر لسه إيه، لسه curve، فلو حوّلته دلوقتي لmesh convert to mesh أهو، مضبوط أهو، ما أقدر أستخدمه وأقدر أزوّد فيه وأقدر أضبط أي حاجة. لو أنا عايز أكمّل عليه، يعني عايز آخُد من هنا وأكمّل، ما أحوّلوش لmesh، أخلّيه زي ما هو كده، ومن هنا extrude وأشوف بقى أنا عايز أعمل إيه وأزوّد عادي. فاقدر إن أنا أعدّل فيه براحتي، ولو جيت مثلًا هنا مسكت الcube بتاعي دوّة ورُحت مزوّد كده loop cut هنا، دخلت على edit mode حطيت loop cut مثلًا هنا وloop cut مثلًا هنا وكمان واحد هنا، تمام كده حلو كويس، ورُحت مثلًا ماسك الface ده مع الface دوّة Q، ورُحت مدخّل كده دول لجوّه تمام، وأنا ماسكهم كده هم، يعني وأنا دايس على control هم، دوست على Q ودخلت على mesh، آآ دخلت على mesh tool وجيت عند curve instruct، وأنا هنا رُحت دايس على curve instruct ورُحت دايس على shift قبلها، هالاقي إن أنا باقدر أعمل solidify لبرّه زي ما أنا عايز بالضبط، مثلًا عايزه حاجة زي كده، تعالَ نشغّل الgravity تمام، ورُحت مثلًا مدّي لده sharpen وهنا كمان sharpen، شايف أنا عملت زي edge كده جوّه، والكويس فيه إن أنا أقدر إيه، أقدر أحرّكه في الاتجاه اللي أنا عايزه فاهم، هو كده موجود زي ما هو. يعني هو هنا بالنسبة لدي هي إيه، هي ولكن واخدة نفس الشكل بنفس الshape. طبعًا أنا باقول لك على تكنيكات ممكن تستخدمها وأنت بتموديل يعني هتبقى كويسة معاك، فأنت عرفت إزاي تعمل أنابيب، وطبعًا في حاجة اسمها cable، طبعًا دي بتعمل أنابيب أحسن من كده بكتير أوي، بتخلّيك تعلّق كده cable، ممكن أحط لك الفيديو بتاع الcable هنا، قدّام شوية وإحنا بنموديل بقى نستخدم الحاجات دي، أنا بس باعرّفك الcurve instructive بتنفعك في إيه. أنا في أغلب الأوقات وأنا شغال باروح داخل مثلًا كده ماسك face معيّن Q curve instruct واروح دايس على shift واسحب لبرّه واكمّل عادي، ليه؟ لإن هو من جوّه زي ما هو وهنا موجود، واروح طبعًا إيدي على box cutter واقطع وهكذا. جمّعت الفكرة معايا؟ ودلوقتي هنتكلّم على آخر حاجات موجودة في mesh tool. دلوقتي لو أنا جيت دخلت هنا عند mesh tool، تقريبًا شرحنا كل الحاجات دي في 3 أجزاء. دلوقتي عندك مثلًا face extract وsmart apply كلّنا عارفينها، face extract هنتكلّم عليها دلوقتي، ولكن smart apply كلّنا عارفينها، auto smooth طبعًا عادي، material يعني الmaterial ديّة هي أصلًا في black material هنا وفي black material تحتيها، فالاتنين دُولة كده هيكون ليهم حلقة تانية يعني اللي هي alt M. وعندك auto unwrap ده بيورّيك الunwrap من جوّه شكله عامل إزاي، ودي لو أنت عايز تخرّج العمل بتاعك مثلًا FBX أو أيًا كان، وباقي الحاجات دي بسيطة. فإحنا دلوقتي هنتكلّم على face extract، وآخر حاجة هاتكلّم على الassets اللي أنت ممكن تستخدمها وأنت بتزوّد التفاصيل بتاعتك. لو أنا جيت هنا عملت مثلًا boolean هنا، لو أنا عايز أمسك الboolean من جوّه وأعمل له extrude، أحدد الاتنين face دُولة لازم أعمل له apply. أنا هنا مش محتاج أعمل له apply خالص، هادوس كده Q، هاخش عند mesh، هاختار face extract، هامسك مثلًا الface ده والface ده، لو دوست على tab هيقول لي أنت عايز تعمل فيهم إيه، هاقول له مثلًا عايز أعمل solidify، هاروح دايس مسطرة أحرّك، تمام، أنا كده عملت solidify للجزء دوّة لوحده، أصبح عندي mesh جديد من غير ما يعني ده كده الboolean بتاعه موجود عادي أهو، الboolean موجود، عملت جسم تاني من جوّه الإيه، من جوّه الboolean. بتساعدني برضه كتير بس برضه مش باستخدمها كتير أوي، باستخدم بدالها curve instruct. وآخر حاجة هنتكلم عليها هي الassets اللي أنت ممكن تحطها في الmodel بتاعك. لو أنا جيت كده دوست Q، خلاص إحنا خلّصنا تقريبًا mesh tool كلّها، جيت دخلت هنا ودوست على Alt قبل ما أدوس، لو دوست من غير Alt مش هيجيب لي بس اللي هي الحاجات العادية اللي هي موجودة في Deacle machine اللي هي ديّة. لو أنا جيت هنا دوست على الD دي كده Deacle machine برضه فيها assets، عملنا حلقة كاملة على Deacle machine، ممكن أحط لك اللي هنا الرابط بتاعها. ولكن بقى في assets خارجية أنت بتجيبها وبتحطها، فمثلًا جيت دوست Q، دوست على Alt ورُحت دايس، هيفتح لي المكتبة دي، المكتبة الأولى اللي عندي، ديّة دي ده أصلًا كلّه يعني KitOps منزّلة المكتبة دي كاملة، وعندي المكتبة اللي بعدها دي، ودي باستخدمها كتير أوي في الdetails، دي بتضبّط معاك الdetails بمنتهى البساطة. جيت مثلًا دوست على حاجة زي كده ورُحت دايس عليها edit، ورُحت دايس على الobject بتاعي، هالاقي إن هي موجودة أقدر أحطها في أي جنب، هي أصلًا بتتعمل connected لوحدها عند أي جنب، مثلًا دوست هنا هالاقي إن هي اتحطت، هاصغّر ودوست كده مثلًا من هنا، فشايف أنت الجيومتري بتاعتها هتلاقيها مضبوطة ما فيهاش أي حاجة، جيومتري مضبوطة واخدة material ومضبوطة. ده ممكن تستخدمها كمسامير، تستخدمها كحاجات كتير أوي وأنت شغال. طبعًا هاتعامل بقى معاها نفس المعاملة، هالفّها حوالين نفسها 360 درجة، لو أنا مثلًا باحط مسامير، باعمل أي حاجة براحتي زي ما أنا عايز، فبتدّيك تفاصيل وشكل جامد جدًا. تقدر تحمّل دي من لينك التليجرام، هتلاقيني حاطط لك اللينك
في وصف الفيديو. المكتبة دي والمكتبة التانية برضه مهمة جدًا، يعني المكتبة التانية رائعة، بس قبل ما تدوس هنا هتدوس على Alt. المكتبة دي فيها أشكال تحفة، ممكن نبقى نعمل حلقة صغيرة كده أقول لك فيها إزاي تستخدم مثلًا حاجات زي كده في تفاصيل معيّنة، مثلًا دوست كده هنا رُحت حطيتها هنا، شايف؟ جامدة جدًا، فيها animation وبتاع والtypology بتاعتها هتلاقيها مضبوطة أوي. فده gear مثلًا لو أنت ضبطت شكل معيّن وحطيتهم في جنب في الآخر خالص وأنت بتعمل تفاصيل، هيدّيك شكل هتخلّي الmodel بتاعك ممكن يتباع أسرع بكتير، لإن هي فاهم ما بيش مش بتبوّظ الtypology وبتدّيك شكل تحفة. قائمة Q ديّة إحنا بقى لنا 3 حلقات بنعملها اللي هو 3.1 و3.2 و3.3 النهارده، فخلاص أنت كده جمّعت أغلب الحاجات، وعلى فكرة الحاجات دي المكتبة دي أنا باستخدمها كتير أوي لإن أشكالها جامدة جدًا، فأتمنى فعلًا يكون الكورس ممتع، وإن أنت تكون مستفاد حرفيًا من الكورس والكلام ده ينطبق عليك وعلى الmodel base بتاعتك، فشكرًا لكل حد بيكتب comment، شكرًا لكل حد بيعمل like وما بينساش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.